السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي يا جماعة قبل ما نبدأ ولا اقول لكم دلوقتي احنا بنعمل ايه، ما تنسوش اللايك، ما تنسوش سبسكرايب للقناة، ما تنسوش نعمل كومنت حلو اعرف رأيكم ايه. هعمل النهاردة حاجة موفرة جدا وطعمها رائع وهتعجبكم كلكم، ويا رب يا رب الفيديو كله يعجبكم ويبقى خفيف ولطيف عليكم. صباح الفل وصباح الجمال على عيونكم، وتعالوا بسم الله كده نبدأ. هنعمل ايه؟ جبت 4 بصلات وقطعتهم وضربتهم في الكبة زي ما انتم شايفين لحد ما ينعم معايا خالص البصل. وهجيب ربطة بقدونس وهقطعها برضو في الكبة، وهفرم كل المكون البقدونس مع ال4 بصلات في الكبة لحد برضو ما يتلف معايا كده واحنا بنتفرج كده. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والمتابعة الكاملة مع اللايك. ودلوقتي بقى ايه؟ حواوشي، هعمل حواوشي. فهاخد دلوقتي معلقة من بهارات الحواوشي، معلقة صغيرة بس كده. وهجيب ايه؟ ملح وفلفل، اكتر من كده مش هحط اي حاجه. هعمل حواوشي سريع، والحواوشي بتاع الناس المستعجله والناس بقى اللي مش لسه هنعمل عجين ولا نحطه في عيش بلدي ولا اي حاجه من ده. لا، ده انا هعمله النهارده بطريقه مختلفه جدا، روتين حلو قوي وخفيف. وهشجعكم كلكم ان انتوا تعملوا الحواوشي بالطريقه الحلوه دي. جبت نص كيلو من اللحمه المفرومه، وحطيت ربطه بقدونس كبيره، وحطيت 4 بصلات فرمتهم في الاول. وهنزل بقى كل المكون كده في الكبه وهخليهم يلفوا كله مع بعضه. وهقول لكم بقى ايه الشكل النهائي بتاعه، بس كان يعني طعمه اكتر من الرائع. عملت ايه؟ خلصت المكون بتاعي زي ما انتوا شايفين معايا كده لحد ما يعني تدوري فيه كتير. يعني انا لازم يلف كتير في الكبة عشان كله يمتزج مع بعض ويطلع ايه كويس معاكي وانتي بتعملي الحواوشي. دلوقتي انا خلصت بقى الكمية بتاعتي هي كلها، بسم الله ما شاء الله. كلها يعني دخلت في بعضها. هجيب بقى علبة معايا كده وهنزل كل المكون بتاعي بتاع الحواوشي، خليط الحواوشي كله. بصوا الجمال، لونه تحفة، ريحته اروع. والله يا جماعة مش تخسروا خالص لو جربتوا الحواوشي بالطريقة الحلوة ديت وبالمكونات اللي انا بقول لكم عليها دي. دلوقتي هعمل ايه؟ هعمل عيش؟ لا. هعمل عجين برضو؟ لا. هعمل حاجة حلوة جدا. هاخد بعضي وهنزل على اي الفرن اللي جنب البيت عندي، وهنزل على طول. دلوقتي انا نزلت الفرن زي ما انتم شايفين كده، وطلبت منها عيش بلدي، وهعمل الحواوشي في العيش البلدي زي ما انتم شايفين معايا. والله ما اخد مني وقت خالص يا جماعه، وحاجه سهله. انا كنت مستعجله جدا في اليوم ده، ما كانش عندي وقت ان انا اعمل اي حاجه. فانا ايه عملت؟ جبت طاولة العيش وفردتها زي ما انتم شايفين معايا. والله النص كيلو من اللحمة المفرومة عملت لي طاولتين من العيش. يعني حاجة تحفة. والناس الحلوة اللي ما بتعرفش تعمل ولا بتنزل للناس بالفرن يعني وتعمل العيش تحت، هو بيتعمل بالطريقة دي زي ما انت شايفة. ده الحواوشي الاسكندراني على ابوه، يعني بكل تكاته بكل حركاته. احنا بنعمل كده على طول في الفرن. نجيب العيش بتاعنا وننزل اللحمة بتاعتنا او السجق او ايا كان، وننزل نعمله زي ما انتم شايفين كده. وهجيب ايه تاني؟ هجيب واحدة كمان، طاولة كمان، وهفرد الحواوشي. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والمتابعة الكاملة مع اللايك. هعمل ايه؟ خلصت بقى الحواوشي بتاعي بالطريقة التحفة. والله العظيم كان ريحته روعة. انا بس كان مجرد ان انا كنت عايزة اكله بعيش بلدي، وكان اهل بيتي كلهم عايزين ياكلوه بالعيش البلدي، فعشان كده نزلت الفرن وقلت اعمله بقى تحت على طول. خلصت الكمية زي ما انتم شايفين معايا، ورصيت الطاولتين على بعض، وجهزته للراجل صاحب الفرنة. قلت له انا جهزت كده تمام وطبقته زي ما انتم شايفين معايا بطريقة حلوة، ولفيته اللفة الاسكندراني بتاعت الحواوشي الاسكندراني. ده الحواوشي الاسكندراني بجد على ابوه بقى، بكل تكاته بكل حركاته. والله العظيم ما خدش مني وقت خالص اطلاقا. يا دوبك انا عملت المكون بتاعي في البيت ونزلت على طول عملته. هي نص ساعة طلعت لقيت غدانا جاهز وزي الفل. ريحته سواه وكله كان رائع. انا خلصت الكمية. ورصيت بقى الطاولتين على بعض زي ما انتم شايفين معايا بطريقة حلوة قوي وجميلة. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والمشاركة ونفعل زر الجرس ونعمل للكل عشان ينزل لكم كل جديد. هعمل ايه؟ اتي الفرنة واتي الراجل المحترم. فدلوقتي حطيلي السمسم وحبة البركة على وش العيش، وهيدخلهم لي الفرن، وهنسويه مع بعض واحدة واحدة، وهنوريه كل خطوة وهو بيدخله الفرن معايا. هو بطريقة حلوة قوي. والله انا بعشق جدا يعني الحواوشي بالطريقة دي. الطريقة دي كويسة جدا. انا مهما عملته في البيت ما بحسش بطعمه خالص زي ما بنزل اعمله تحت عند في الفرن. بصوا بقى، سواهولي يا جماعة وطلع
الطعم والريحه والسوى الروعه. انا قلت له انا عايزاك على قد ما تقدر تنشفهولي. صراحه عمل معايا الراجل الصح كله. فانا دلوقتي اخدت حاجاتي وروحت البيت، وتعالوا بقى نطلع الطبق بتاعنا من الكيس ونرصه في السرفيس بتاعنا، واقول لكم بقى ايه على جمال الحواوشي بعد ما استوى. والله العظيم عمل كمية وفيرة. عمل لي 12 رغيف حواوشي من نص كيلو من اللحمة المفرومة. 12 رغيف حواوشي يعني اكل البيت كله، اكل اسرتي كلها. ووفرتي وطريقة سهلة وجميلة. وكلكم يا جماعة عايزين ايه نعمل مشاركة للفيديو. ولو اي حد متعثر، او احنا كلنا طبعا ظروفنا مش كويسة، فاحنا بنحاول نوفر لبعض وبنحاول ندي افكار لبعض. الحاجة اللي تشبع اولادنا والحاجة اللي تبقى كويسة والحاجة اللي اولادنا بيحبوها، نحاول نوصل الفكرة كلنا لبعض. دلوقتي جبت ايه شيبسي، كيس شيبسي معايا، وحطيته بقى على الحواوشي كده، وبدأنا ناكل. ويا رب يكون الفيديو خفيف ولطيف عليكم، واشوفكم في فيديو جديد. شكرا ليكم، سلام عليكم.